أهلا بكم. في الفيديو ده هنسيب السطح وهننزل للعمق. تحت الأعماق جميلة، بس للأسف قوانينها ما بترحمش، ومش أي حد هينزل هناك ويضمن يطلع سليم. تحت القوانين كلها بتتغير، الضغط بقى له صوت، وصوته مسموع لأي حد هينزل يجرب من غير ما يتعلم. يلا نتعلم مع بعض ونستكشف العمق ده بأمان. أنا عماد سليم، ودي سنوركلينج أكاديمي. قبل ما أبدأ في شرح أي مهارة، عايزك تكون فاهم نقطة مهمة جدا. لازم نبقى متفقين إن في فرق كبير جدا ما بين الغوص الحر أو الفري دايفنج والغوص السطحي السكين دايفنج. المعدات غير، التكنيك غير، وقواعد السلامة كمان مختلفة ما بين الاتنين. اللي احنا هنشرحه دلوقتي هو الغوص السطحي أو السكين دايف، ودي بتبقى غطسة شالو على عمق بسيط 4 أو 5 متر بالكتير، ومدتها كمان قصيرة. الغطسة دي بيكون ليها هدف واضح، مثلا تبص على حاجة تحت عن قرب وتطلع، تجيب حاجة وقعت على عمق بسيط، تربط مركب لو حبل الشمندورة غاطس شوية، وكل مرة هتطلع وانت مرتاح وآمن. دلوقتي بقى في خطأ شائع وخطير، وفي حالات معينة كمان بيكون قاتل. بعض الغواصين قبل ما بينزلوا بيعملوا تقنية اسمها هايبر فنتيليشن أو التهوية الزيادة، ودي ببساطة بياخد 3 أو 4 أنفاس، وفي الآخر بيعمل شهيق عميق، يكتم نفسه وينزل تحت. التكنيك ده ممنوع وخطير، وممكن كمان يكون قاتل. تعالوا بقى نفهم ليه. البعض فاكر ان لما ياخد انفاس سريعه قبل النزول هو كده بيزود نسبه الاكسجين في الدم، فيقدر يحبس نفسه فتره اطول وينزل عمق اكبر. الكلام ده مش صحيح تماما. ليه بقى؟ لان التنفس الطبيعي هيموجلوبين الدم اصلا بيبقى مشبع باكسجين بنسبه من 95 لحد 100% تقريبا. يعني مفيش تقنيه هتقدر تعملها عشان تزود النسبه دي عن كده. اللي فعلا بيحصل انك بتتخلص من نسبه ثاني اكسيد الكربون في الجسم بنسبه اكبر من الطبيعي، وهنا بقى الخطر الحقيقي. عاوزك تبقى فاهم ان وصول ثاني اكسيد الكربون لمستوى معين هو اللي بيحفز جسمك ويقول له اطلع علشان تتنفس، انت محتاج اكسجين. لكن لو المستوى ده ما وصلش للحد دوت، جسمك مش هيحس باهميه التنفس، فيفضل مكمل تحت وحاسس ان الدنيا تمام، مع ان الاكسجين فعليا بيخلص. يعني التهوية الزايدة دي ما زودتش أكسجين ولا حاجة، دي بس سكتت جرس الإنذار. المشكلة إن أنت مهما قدرت تخدع مخك مش هتعرف تخدع خلايا جسمك اللي محتاجة أكسجين طول الوقت. فلما الأكسجين الزائف في الدم هيخلص وأنت لسه مكمل تحت، هيحصل لك إغماء مفاجئ، وده اللي بيسموه شالو ووتر بلاك أوت. شالو يعني عمق ضحل، مش في الأعماق الكبيرة، وعلشان كده الإغماء دي دايما بتحصل وانت طالع مش وانت نازل. طب ليه بقى وانت طالع؟ وانت طالع الضغط الكلي حواليك بيقل بسرعة، ومعاه هيقل الضغط الجزئي للأكسجين. فجأة نسبة الأكسجين اللي كانت مكفياك تحت مش هتبقى كفاية ليك فوق، فتفصل مرة واحدة ويحصل الإغماء. يعني الطلوع هي دي بقى لحظة الحقيقة اللي هتفصل ما بين الحياة والموت. على العكس وانت نازل لتحت الضغط بيزيد حواليك، وكمان الضغط الجزئي للأكسجين هيزيد مع الضغط الكلي، وجسمك يحس ان الأكسجين تمام فيسيبك تكمل، مع ان مخزونك الحقيقي بيكون قرب يخلص. عايزك تكون فاكر ان العمق دايما هيخدعك بإحساس كاذب بالأمان. في تشبيه بقى علشان يقرب الصورة دي في ذهنك. تخيل عربية فيها بنزين في التانك بكمية تكفي مشوار معين، بس لمبة البنزين في العربية دي بايظة. ايه اللي هيحصل؟ العربية فجأة هتقف في نص الطريق من غير أي إنذار. في التشبيه ده جسمك هو العربية، والبنزين اللي في التانك هي نسبة الأكسجين الزائبة في الهيموجلوبين بتاع الدم، وثاني أكسيد الكربون هي لمبة البنزين البايظة. لما بتعمل هايبر فنتيليشن او تهويه زياده، انت كده اكنك كسرت لمبه البنزين وسبت نفسك من غير اي انذار، وسبت جسمك تحت رحمه قوانين الطبيعه اللي مش هترحمك. عايزك تفكر كويس وتتنفس صح وتنزل دايما بعلم وبامان. بعد ما فهمنا المخاطر دي كويس وعرفنا ازاي ان التنفس الغلط ممكن يعرضك لشالو ووتر بلاك اوت، تعالى بقى نخش في الجزء العملي وننزل البحر. خليكم معايا. السكين دايف دي مهارة مركبة بتتكون من 4 خطوات رئيسية. رقم 1 التنفس الصحيح قبل النزول. رقم 2 طريقة النزول الصحيحة. رقم 3 معادلة الضغط. رقم 4 الطلوع الصحيح.
دلوقتي هشرح لك أول خطوة، وهي مرحلة الإعداد والتهيئة. إزاي تتنفس صح قبل ما تنزل. علشان تعمل سكين دايف ناجح لازم يكون نفسك هادي وقلبك مرتاح، يعني جسمك في مستوى الراحة. لكن لو لقيت نفسك مش في الحالة دي، يبقى لازم تعمل مرحلة التهيئة الأول وتعمل تنفس استرخائي علشان جسمك يهدى ويبقى جاهز للغوص. إزاي تعمل تنفس استرخاء؟ ممكن تعمل 3 أو 4 دورات تنفس استرخاء، وده الهدف منه تهدئة الجسم والأعصاب وتقليل ضربات القلب. التنفس بيتكون من شهيق وزفير، بس علشان يبقى بغرض الاسترخاء هنعمله بالشكل التالي. الشهيق: خد نفس عميق وهادي من الأنف لمدة 4 ثواني تقريبا، ودي مدة استرشادية تقل أو تزيد على راحة جسمك. املأ الرئة بشكل مريح مش بالكامل، لأن زي ما انت عارف الرئة المليانة على الآخر هتضغط على القلب وهتزود ضرباته وتشد عضلات الصدر وتحسسك بالتوتر، وده عكس اللي احنا محتاجينه تماما. يفضل يكون الشهيق من الأنف، علشان الأنف بتلطف الهواء اللي داخل وتفلتره، لكن لو لابس الماسك ممكن تعمل الشهيق من الفم. بعد الشهيق هتعمل راحة قصيرة، ودي حاجة اختيارية، ممكن تعملها أو ما تعملهاش، وهي عبارة عن حبس بسيط للنفس لمدة ثانية أو 2 بالكتير، ودي غرضها التهدئة فقط. تالت حاجة الزفير. الزفير: طلع النفس ببطء وراحة من الفم لمدة من 6 ل 8 ثواني بشكل ناعم. بعد الزفير هتعمل راحة قصيرة تاني، هتحبس النفس لمدة ثانية أو 2 قبل الدورة اللي بعديها. بعد ما تخلص تالت دورة هيجي وقت التنفس الأخير قبل النزول أو الفاينل بريذ بعد آخر دورة استرخاء. طب ده هتعمله إزاي؟ خد وضعية النزول، البس الماسك لو مش لابسه، وشيل السنوركل تيوب من بقك قبل ما تنزل. خد ثانية أو 2 هدوء وخش على الشهيق الأخير. الشهيق الأخير عبارة عن نفس عميق ومريح، املأ الرئة بنسبة 70 أو 80% على الأكتر. ابدأ احبس النفس وابدأ النزول فورا. المرحلة التانية في المهارة دي هي طريقة النزول الصحيحة أو الديسنت. الأول هنعمل إعداد للمرحلة دي على السطح. لازم جسمك يكون أفقي ومسترخي ومفرود على وش المية. الدراعات هتعمل زاوية 90 درجة مع جسمك، خلي الكوع متني ومش مشدود بشكل مريح. الهدف إن أنت تجهز الجسم لوضعية الانسياب الكاملة وتقلل مقاومة المية. بعد كده حركة النزول. الحركة هتبدأ من الوسط علشان توصل راسك تحت وترفع رجليك لفوق، خليها مفرودة. خلي جسمك مفرود في الوضع الرأسي زي السهم، وهي دي الحركة اللي بدورها هتقلل مقاومة المية وتنزلك لتحت بسهولة. النظر على الهدف اللي انت نازله عشان ما تنحرفش عنه، وحافظ على الخط المستقيم وانت نازل. أول ما توصل أطراف الزعانف لمستوى سطح البحر ابدأ التحريك، مش قبل كده، وجهز إيدك لحركة المعادلة. وضعية الانسياب الكاملة تحت المية، الذراعين واحدة في وضع المعادلة، والإيد التانية هتبقى فوق الرأس بالكامل على خط واحد من الجسم أو جنبك أو ورا ظهرك. بالنسبة للرجلين خليها مستقيمة مع الجسم، والزعانف جزء من السهم. تخيل جسمك زي السهم أو التوربيد وهو داخل المية. وعلشان توفر طاقة خلي حركاتك انسيابية وهادية، استرخي، ما تشدش كتافك ولا تضغط على أسنانك. حاول تصحح الانحراف عن الهدف أول بأول. أما بالنسبة للمرحلة الثالثة في السكين دايف، هي مرحلة معادلة الضغط. وانت بتنزل تحت المية الضغط بيزيد على جسمك، وخصوصا في الفراغات الهوائية زي ودانك والماسك. فلو ما عدلتش الضغط هتحس بألم في الودان، والماسك هيشفط على وشك وعينيك ويعمل ماسك سكويز أو انضغاط الماسك.
فلازم تسمع لجسمك وتعادل أول بأول علشان تطلع من الغطسة من غير ألم أو إصابة. هنتكلم الأول على معادلة ضغط الودان. في طرق كتير لمعادلة الضغط، بس هنا هنشرح أسهل وأشهر طريقة اللي أغلب الغواصين بيستخدموها. الطريقة دي اسمها فالسالفا. عايزك تبدأ تعادل أول ما تنزل، وما تستناش لحد ما الوجع يزيد. كرر المعادلة كل نص متر أو متر وانت نازل. اقفل مناخيرك بإصبعين، السبابة والإبهام على طرف الأنف جوه الماسك. خليك راخي فكك، ما تعضش على أسنانك. انفخ بلطف في المناخير المقفولة، كأنك بتحاول تطلع هواء من مناخيرك وهي مقفولة. النفخ هيكون خفيف وبطيء، بلاش تنفخ بقوة. لو حسيت بتكة أو بوب خفيفة يبقى كده الضغط اتعدل صح. لكن لو المعادلة مش شغالة بعد كام مرة ولسه حاسس بالضغط أو وجع في ودانك، لازم توقف النزول فورا. ممكن تطلع شوية لفوق نص متر أو متر وجرب تعادل تاني بهدوء. لو برضه مش عارف تعادل ما تكملش نزول. سلامة ودنك أهم من أي غطسة. ممكن يكون عندك احتقان أو برد أو مشكلة في قناة استاكيوس، ساعتها الأحسن ما تغص غير لما تبقى سليم. في شوية تحذيرات مهمة للأذن: ما تنفخش بقوة، ده ممكن يسبب إصابة في الأذن الوسطى. وبلاش تغوص لو عندك برد أو التهاب في الجيوب الأنفية أو انسداد قوي في الأنف أو الودان. لو حسيت أثناء الغطسة بوجع حاد في ودنك أو دوخة أو طنين اطلع فورا، ولو الألم كمل معاك لازم تروح لدكتور أنف وأذن. تاني حاجة في معادلة الضغط هي معادلة الماسك أو الماسك إيكولايزيشن. لو ما عدلتش الضغط جوه الماسك، الضغط هيزيد على الوش والعينين، والماسك هيشفط على جلدك، وده هيسبب ماسك سكويز، وهو عبارة عن انفجار شعيرات دموية في العين أو في وشك تحت الماسك. عايز تعرف إزاي تعادل الماسك؟ بعد كل مرة تعادل فيها ودانك، فك صوابعك من على مناخيرك وانفخ نفخة صغيرة من الأنف جوه الماسك. النفخة الخفيفة دي هتدخل شوية هواء زيادة جوه الماسك وتعادل الضغط على عينك ووشك. المرحلة الرابعة والأخيرة في السكين دايف هي الطلوع الصحيح. هتبدأ تطلع لما تحس إنك محتاج تتنفس أو تكون خلصت هدف الغطسة، لكن بلاش تستنى لآخر لحظة. دايما سيب لنفسك هامش أمان. وبالنسبة لوضع جسمك أثناء الطلوع، وإنت طالع خليه جسمك مائل شوية ناحية السطح، ما تخليهوش عمودي تماما. خلي ظهرك مفرود، جسمك مسترخي، وعينيك باصة لفوق ناحية السطح. ممكن ترفع إيد واحدة فوق راسك علشان تحمي نفسك لو في قارب، عوامة، أو سباحين فوق منك في المكان اللي هتخرج منه. لو عايز تحرك الزعانف ممكن تعمل كده، بس حركات خفيفة. بس خلي اعتمادك الأساسي على الطفو الإيجابي اللي بيزيد كل ما هتقرب من السطح ويساعدك تطلع بالراحة. أما بالنسبة للتنفس أثناء الطلوع، طبعا طول الغطسة نزول وطلوع المفروض إن أنت حابس نفس، هو نفس واحد بتنزل بيه وبتطلع وأنت حابسه. حافظ على النفس من غير زفير كتير، ولو حسيت بعدم راحة من حبس النفس ممكن تخرج شوية هواء صغيرين في آخر متر أو اتنين. يفضل إن أنت تبتدي تخرج الزفير أول ما توصل للسطح. ولما توصل للسطح خد شهيق مريح وطبيعي، واعمل كذا نفس استردادي هادي. شهيق من الفم، هدي جسمك وخليك طافي على وش المية. هنا برضو في ملاحظة مهمة عايز أقولها لك: القاعدة بتاعت لا تحبس النفس أثناء الصعود دي بتخص الغوص بالاسطوانات السكوبا دايفنج، مش بتخص السكين دايف أو الفري دايف. يفضل وانت طالع ان انت بتعمل لفة بجسمك وانت باصص لفوق ناحية السطح، علشان تتأكد ان مفيش حواليك قوارب، ألواح، عوامات، غواصين أو سباحين قريبين منك وهيعترضوا المكان اللي هتطلع فيه من على سطح المية. عايزك أول ما توصل للسطح خد شهيق طبيعي، ادي إشارة أوكي لزميلك أو للشخص اللي بيراقبك أو للمدرب بتاعك. حط السنوركل في بقك، نضفه بنفخة قوية علشان تطلع المية اللي موجودة فيه. وخليك فاكر إن معادلة نجاح الغطسة هي التنفس الصحيح والنزول السلس ومعادلة الضغط والطلوع البطيء الآمن. ده كله هيساوي غطسة آمنة ومريحة. إنما أي ألم
أو شد أو دوخة، يبقى لازم تتوقف فورا واطلع بأمان. وبعد ما اتعلمنا مهارة السكين دايف، دلوقتي جه الوقت إن احنا نتعرف إزاي نعمل سباحة طويلة تحت المية. مطلوب مننا في الاختبار دوت إن احنا نقدر نسبح 25 متر تحت المية بنفس واحد. الخطوات بتتشابه جدا ما بين المهارة دي والمهارة السابقة بتاعة السكين دايف. رقم 1 التنفس والنزول الصحيح، نفس خطوات مهارة السكين دايف. بعد كده النزول والمعادلة بنفس الطريقة اللي انت اتدربت عليها في المهارة السابقة. المهارة دي مش محتاجة عمق كبير، عمق 2 ل 3 متر ده مثالي جدا علشان تتجنب الاحتكاك بالقاع أو الطفو للسطح قبل ما تكمل المسافة. أما بالنسبة لوضع جسمك تحت المية، عايزك تبقى أفقي 100%. Streamline yourself، ايديك قدامك أو جنبك أو ورا ظهرك، المهم الشكل يكون انسيابي. وزي ما انت عارف إن شكل السهم ده بيقلل مقاومة المية. عايزك تكون باصص لقدام، مش عايزك تبص لتحت علشان جسمك يفضل مفرود. بالنسبة لحركة الرجلين، نفذ نفس حركة الرجلين اللي اتشرحت قبل كده في مهارة السباحة 800 متر بالزعانف. الحركة اللي بتبقى طالعة من الحوض توصل للركبة، الركبة بتسلمها للقدم، والقدم بدورها بتوصلها لآخر سنتيمتر موجود في الزعانف. خلي الإيقاع بتاعك ثابت وهادي بدون توتر أو سرعة مفرطة زي ما اتعلمت بالظبط. عايزك تفهم إشارات جسمك. أول ما تحس إن أنت عايز تتنفس، معنى كده إن نسبة ثاني الأكسيد الكربون بدأت تزيد، وعايزك تحافظ على نسبة الأكسجين بالاسترخاء، الاسترخاء ثم الاسترخاء. وعلشان تبقى عارف إن المخ هو أكبر مستهلك للأكسجين، كل ما تهدى أكتر المسافة هتزيد معاك بدون مجهود. حاول تقسم المسافة دي ذهنيا، ما تركزش على 25 متر كاملين، ممكن تقسمهم 5 أجزاء، كل 5 متر جزء. كل علامة توصل لها اعتبرها كأنها تشيك بوينت، هتديك ثقة علشان تكمل للنهاية. عند نهاية المسافة هتطلع برأسك فوق المية، طبعا ايديك قدامك يفضل وانت طالع زي ما اتعلمت في المهارة بتاعت السكين دايف علشان تحمي نفسك من اي عوائق. وبعد ما تطلع برأسك فوق المية فورا شيل السنوركلينج من بقك لو كان موجود، لو مش موجود هتبدأ تنفس الاسترداد الريكفري بريث، دوت نفس سريع وخفيف علشان تنظف مجرى الهواء. بعد كده هتعمل شهيق وزفير كامل من 2 ل 3. بعد كده اعمل إشارة الأوكي لزميلك أو للمدرب أو حتى اعملها لنفسك بعد ما تنفسك يرجع طبيعي. مهم جدا إن أنت ما تتكلمش وما تعملش إشارات من أول ثانية، ركز على تنفسك الأول 30 ثانية وبعد كده تقدر تتواصل بالإشارات براحتك. لو ظبطت النفس وفضلت هادي وحافظت على وضع الجسم الصحيح، هتلاقي 25 متر تحت المية مش بعاد خالص. وبكده أكون قلت لك على السر الثالث من أسرار الاحتراف، وبقيت تعرف إزاي تعمل سكين دايف صح من أول نفس لحد آخر نفس، وبقى عندك الأساس وجاهز تدخل معانا على تمارين الإنقاذ في المرحلة اللي جاية. في الفيديو اللي جاي استناني، هعلمك إزاي تساعد حد معاك في المية مجهد وتوصله لحد بر الأمان من غير ما تعرض نفسك ولا اللي معاك لخطر.